السلام عليكم يا أصدقاء. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم راح نسوي لكم وصفة سهلة كتير ومكونات خفيفة. معنا 3 باكيتات من البسكويت. هلا راح نبلش الكسر. بعد ما خلصنا الكسر هلا راح نبلش بالصوص. وهلا هون للخليط معنا 120 جرام من الحليب، 100 جرام من السكر، ظرف فانيليا 10 جرام، خمسين جرام من الكاكاو، بنحرك فيهم ليندمج كله مع بعضه. بعدين بناخده على النار. بعد ما الخليط هاد يصير سلس هلا بنضيف عليه 100 جرام كمان من الحليب، نص كاسة يعني. هلا بناخده على النار على نار متوسطة. بنضل بنحرك فيهم ليغلي القوام. بس غلي بنضيف عليه 150 جرام من الزبدة. خلوكن معنا. وهلا بعد ما غلي بنضيف عليه الزبدة. ليدوب الزبدة بننزله على الغاز ونعيفه 10 دقايق وبنضيفه على البسكويت. بعد ما نزلنا الخليط من النار هلا راح نضيفه على البسكويت. بسم الله. تمام. بعد ما نزلنا الخليط هلا بنقلب البسكويت. بعد ما اندمج البسكويت والخليط مع بعضه هلا جبنا ورق زبدة بنضيف عليه وبنحطه بالبراد. خليكن معنا. بعد ما فضينا الخليط هلا راح نلفه بالورق الزبدة وراح نضيفه على البراد. وهيك لفينا بورق الزبدة وهلا راح نضيفه على البراد. هلا حطناه ساعة بالبراد. بعد ساعة عم نفتحه. نحطه بالصحن على هذا الشكل. وهلا بنضيف هون عليه صوص الشوكولا.
وهيك وصلنا للنهاية. هلا بنقطعه. وبناخده على الصحن من الطرفين مشان تشوفوا. شايفين؟ يا لطيف ما أطيبه. بالصحة والعافية.